يلا ندوق. بسم الله. يا مرحبا وهلا وغلا فيكم. كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. راجعت لكم اليوم بوصفة جديدة من المطبخ البرازيلي. هي حلا برازيلي سهل وسريع، ومثل ما عودتكم انا على الوصفات السهلة والسريعة. ويلا ننتقل للمكونات. عنا كوب من الحليب المكثف المحلى، وإذا حبيتوا تعرفوا وصفة الحليب المكثف المحلى على طريقتي بطريقة صحية وسهلة وموفرة بتدوم عنا لأشهر كتير طويلة، اكتبولي بالتعليقات. إذا بتحبوا نزل عنكم فيديو منها اكتبولي. وكوب من جوز الهند المبشور، وشوي من الفانيليا، ومعلقة من الزبدة، والأفضل تكون حيواني، يعني مكونات منقول إنها متوفرة بكل بيت. ويلا نبدأ للتحضير. منضيف الحليب المكثف المحلى على مقلاية تكون ظريفة وما تلزق عنا، مثل ما شايفين بهذا الشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنضيف جوز الهند، ومنضيف قدر معلقة من الزبدة. وشوي من الفانيليا تعطيها نكهة طيبة ولذيذة. وبنستمر بالتحريك لمدة 8 أو 9 دقائق حتى يتجانس عنا الخليط. بسم الله الرحمن الرحيم. ما سألتوني شو اسم الحلا؟ الحلا اسمها بلابايانا، حلا برازيلي سهل وسريع. هلأ هيك بيكون القوام بدأ يتجمع عنا بهذا الشكل، مثل ما بيقولوا بلش يصير روح واحدة. شايفين؟ وهيك نطفي النار عليه. هلا بنضيف على طبق صغير قطعة من الستريش، وبننزل عليها الخليط بهذا الشكل. هلا بدنا نتركه يبرد لمدة 10 دقائق بالبراد. بهالوقت بدنا نحضر القطر الأسمر. عندي هون كاستين من السكر، وهي تاني كاسة، وكاسة من المي، وشوي صغيرة من ملح الليمون. هلا بنضيفهم على النار. وطبعا اي نوع من القطر او الكريم كراميل بحق لنا نحرك فيه على البارد فقط. اول ما يبدا يغلي بنوقف ونشيل ايدنا.
هلأ بدنا نعملها على شكل كرات صغيرة. نجهز على ورق زبدة بينما يجهز عنا كراميل. هي شوي عجينة طرية، كرمال هيك أنا عم بضغط عليها شوي بهالشكل هذا قبل ما أكورها. وبهالشكل بيكون جاهز عنا القطر الأسمر. هلأ بنشكهم بأعواد صغيرة ونغمسهم بهالشكل. وهيك صاروا جاهزين عنا بهالشكل هذا. يلا نشوف القوام. ولا تنسوا تجربوها وتعطوني رأيكم. عم بنتظر منكم صور مثل العادة. عم يوصلني صور للوصفات بتجنن، كتير حلوة. يلا ندوق. بسم الله. وتفضلوا. لا تنسوا تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. انتظروا مني وصفات جديدة وسهلة وسريعة. شكرا كتير للمتابعة.